اهلا وسهلا بكم طلاب ثالثه اعدادي. هنعمل مراجعات ان شاء الله على المنهج كله يونت باي يونت. وهنبدا بجرامر يونت 1. زمن المضارع البسيط. المضارع البسيط 4 اشكال: تصريف اول وعليه اس، او تصريف اول من غير اس، او منفي بدونت او دازنت، او نسأل عنه بدو او داز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني التصريف الاول وعليه اس مع هي او شي او ات. مثال: she get up at 6. الجملة ديت غلط ليه؟ لأن المفروض أحط على الفعل اس عشان معايا هي أو شي أو ات. يبقى ده التكوين الأولاني. أو تصريف أول من غير اس. طب من غير اس مع مين؟ مع I والجمع. I go to school on foot. أنا ليه هنا ما حطيتش على الفعل جو اس؟ لأن ما بحطش مع I والجمع. رقم 3 منفي بدونت أو doesn't. تعال ننفي كده الجملة دي. she برافو she doesn't. الفعل مع هي أو شي أو ات بتنفي doesn't. وطبعا don't أو doesn't بيجي وراهم الفعل في المصدر. she doesn't get up at 6 o'clock. طب الجملة ديت don't بتيجي مع I والجمع. يبقى I don't go to school on foot. يا اما اسال عنه بدو او does. شوف الجمله دي كده: do he study hard؟ هل هو بيذاكر بجد؟ الجمله ديت غلط لان does مع المفرد، انما do مع I والجمع. يبقى المضارع البسيط 4 اشكال: تصريف اول وعليه اس، اول من غير اس، او منفي بدونت او doesn't، او نسال عنه بدو او does. she never ولا doesn't work hard. برافو she doesn't work hard. ليه؟ لأن doesn't بيجي وراها الفعل في المصدر. طب لو كان في اس على work ساعتها مش هينفع ناخد doesn't، يبقى ناخد ساعتها never. الله، هو never برضو بتنفي الجملة؟ أيوه never بتنفي الجملة والفعل وراها عادي. المضارع البسيط بيستخدم في 3 حاجات: 1 عادة لما يكون حاجة متعودين نعملها على طول، 2 حقيقة، 3 مستقبل. بس مش أي مستقبل، مستقبل مرتبط بجدول مواعيد رسمي. جدول مواعيد رسمي زي مواعيد الحصص، مواعيد الامتحانات، مواعيد الماتشات، مواعيد الفتح وإغلاق المحلات. عادة يبقى she sleeps at 10. بتنام الساعة 10 عادتها كده. طب حقيقة: the sun rises. الشمس تشرق in the east. حقيقة. طب جدول مواعيد رسمي زي ايه؟ زي مثلا the match، المباراة starts at 6 tomorrow. المباراة هتبدأ الساعة 6 بكرة. طب ازاي بكرة واخد مضارع بسيط؟ لأن المضارع البسيط بيدل على جدول مواعيد هيحصل في المستقبل. ادي لنفسك 30 ثانية حل ال4 جمل دول. When do the match؟ متى الماتش؟ الجملة ديت بالطبع دو غلط. ليه؟ لأن دو أو داز لازم يجي وراهم فعل في المصدر. ما جاش فعل في المصدر لا ذا ولا ماتش. إذا نفكر في ام أو is أو are في المضارع. طبعا الماتش مفرد يبقى is. When is the match؟
الجملة التانية the shop open at 7 in the morning. المحل هيفتح الساعة 7 بكرة الصبح. الله، طب ما كده المحل مفرد، يبقى نحط على الفعل اس. the shop opens. الجملة التالتة the film show at 10 tonight. الفيلم هيعرض نفسه الساعة 10 بالليل. لا، الفيلم هيعرض يعني مبني للمجهول. ازاي نبني الجملة للمجهول في المضارع؟ بنبدأ بالمفعول اللي هو الفيلم، ثم ام او از او ار، ثم البي بي اللي هو التصريف الثالث للفعل. يبقى ذا فيلم ام ولا از ولا ار؟ is. ذا فيلم is والتصريف التالت من شو. ذا فيلم is shown. هو انا ليه محتاج مضارع بسيط؟ لان ده جدول مواعيد. طب انا بنيت لي المجهول ليه؟ عشان الفيلم مش هو اللي هيعرض نفسه. ذا فيلم is shown. 4 when does she sleeps. متى تنام؟ انت عارف ان بعد do او does او did بيجي الفعل في المصدر، يبقى when does she sleep. برضو معانا درس حروف الجر in on at. ان بتاخد ايه؟ ان بتيجي مع الشهر والفصل والسنة. يعني نقول in January في يناير، in August في أغسطس. ما تقولش on، ما تقولش at. نقول in summer في الصيف، in winter في الشتاء. ونقول in 2020 سنة 2020. يبقى in مع شهر فصل سنة. وتيجي مع أجزاء اليوم in the morning، in the afternoon، in the evening. وتيجي مع كلمة the holidays. خد بالك the holidays مش holiday. يعني مثلا خد المثال ده I will go to Alex. هروح اسكندرية نقط holiday. طالما holiday بس يبقى on holiday. إنما لو كاتب لك the holidays يبقى in the holidays. نيجي على on بتيجي مع الأيام. on Sunday, on Friday, on Tuesday, on Christmas Day, on my birthday. كل الكلمات دي فيها ايه؟ فيها day. يبقى on مع الأيام. طب at تيجي مع الساعات at 7 o'clock. تيجي مع المهرجانات والأعياد at Christmas. تيجي مع كلمة night at night ليلا. تيجي مع weekend at the weekend في العطلة في الأجازة. at noon في الظهيرة. at lunch time. she was born not 18th March 2020. برافو عليك. أنا عندي هنا يوم 18. طب اديله ايه؟ الايام بتاخد اون، وعندي شهر والشهور بتاخد ان، وعندي سنه والسنين بتاخد ان. طب امشي ورا اليوم ولا امشي ورا الشهر ولا امشي ورا السنه؟ في ملحوظه بتقول اذا ذكر اليوم ناخد اون. لو اليوم مذكور او 18th يبقى ناخد اون. اذا حرف الجر الصحيح هو هنا اون. بالنسبة للكلمات دي لو لقيت كلمة منهم ما تحطش حرف جر قبل المدة. يعني every day ما نحطش حرف جر. today، tonight، yesterday، tomorrow، next، last، this. حد يحل دي. احنا عارفين ان كلمة the morning اللي هي اجزاء اليوم بتاخد in. طب قال لك كده in ولا on ولا at ولا ما فيش خالص؟ this morning I will do my homework. في الصبح دهوت انا هعمل واجبي. بنقول لو موجود this او اي واحده من الكلمات دي ما نستخدمش حرف جر. اذا الاختيار الاخير. Dad will come back. بابا هيرجع in at on مفيش 3 days. هنا الاجابه هتكون ايوه برافو هتكون in. طب ان ليه؟ ده احنا متفقين ان ان بتيجي مع الشهور والفصول والسنين. ازاي انها تيجي مع الايام؟ ده مش اسم اليوم، ده مش سانداي، ده مش فرايداي، ده عدد الايام. هنا ان معناها في خلال. شوف بقى معنى الجمله، بابا هيرجع في خلال 3 ايام. يبقى in 3 days. طب في خلال شهرين in 2 months. طب في خلال 5 سنين in 5 years. ونيجي للجزء اللي بيزعل كل الناس وهو الباراجراف.
عندنا في الوحدة هنا 3 باراجرافات. عندنا فيزيت تو إسماعيلية، زيارة لإسماعيلية. الباراجراف الثاني ترانسبورت إن يور سيتي، المواصلات في مدينتك. وثلاثة الأورمان جاردن، حديقة الأورمان. هل أنا مطلوب مني إن أنا أحفظ الباراجراف؟ لأ، إحنا بنتبع الأسلوب السهل والبسيط اللي إحنا هنعمله دهوت، إن إحنا بنبدأ نكتب عنوان الباراجراف في دايرة ونخرج بعض الأفكار اللي تيجي في بالنا فيما يخص الموضوع اللي بنتكلم عنه، ونحاول ندخل كل كلمة في جملة بسيطة. وانت عارف ان الجملة بتتكون من فاعل وفعل. هنتدرب دلوقتي بحيث ان انت ما تضطرش ان انت تحفظ الباراجراف. مثلا انا هزور اسماعيلية، يبقى دي كانت تريب، كانت رحلة رائعة. وشفنا هناك ذا سويس كانال، قناة السويس. اسماعيلية جميلة، بيوتيفول، فيها مباني ومتاحف جذابة، اتراكتيف. كمان فيها ليك تمساح، بحيرة التمساح، فيها متاحف ميوزيومز. اسماعيلية هادية، كويت. اسماعيلية بما انها هادية ما فيش فيها تلوث كتير، بولوشن. انا استمتعت بالرحلة ديت في اسماعيلية. طيب انا خرجت الكلمات دي منين؟ يا اما اقرا باراجراف جاهز اخرج منه كلمات مفتاحيه لها علاقه بالموضوع اللي انا هناقشه، يا اما انا اعمل عصف ذهني لدماغي واطلع منه ايه اللي ممكن اقوله بخصوص الموضوع ده. فلو هنبدا بكلمه تريب ونحاول ندخلها في جمله، ممكن اقول الاسبوع الماضي انا رحت في رحله الى اسماعيليه. الاسبوع الماضي last week رحت في رحله، انا ذهبت في رحله. I went on a trip الى اسماعيليه، to اسماعيليه. حلو، جمله رائعه. انا شفت قناه السويس، انا شفت قناه السويس كان في الماضي. انا شفت قناه السويس، the Suez Canal. عايز توصفها بوصف؟ ماشي. the Suez Canal was exciting, was amazing, was beautiful. كمان انا شفت مباني جميله. I saw او I watched beautiful buildings. ممكن اقول كمان اسماعيليه تكون جذابه. اسماعيليه is very attractive. انا زرت بحيره التمساح. I visited ليك تمساح. انا زرت المتحف. I visited the museum. ممكن اقول جمله على المتحف مثلا. الميوزيوم كان busy، كان مزدحم. the museum was busy. ممكن ازود اقول انا شفت ناس كتير بتزور المتحف. انا شفت ناس كتير بتزور المتحف. I saw ناس كتير many people visiting the museum. اسماعيلية تكون هادئة. اسماعيلية is a quiet city. لا يوجد تلوث في اسماعيلية. يوجد يعني there is. عايز اقول لا يوجد تلوث في اسماعيليه، يبقى there is no pollution in اسماعيليه. انا استمتعت بالرحله. I enjoyed my trip. يبقى الفكره بتقوم على اني اخرج مجموعه من الكلمات لها علاقه بالموضوع اللي انا بشرحه، وبعد كده اجتهد ان انا ادخل كل كلمه في جمله. نيجي على الترانسبورت in your city، المواصلات في مدينتك. ممكن نقول جملة عن المواصلات. يوجد أنواع كتير من المواصلات. باص، أتوبيس، ترين، قطر. comfortable مريح. pollute يلوث. فيري معدية اللي هو زي القارب كده. يلا نبدأ. نقول مثلا I live، أنا بعيش في اسكندرية مثلا. I live in Alex. يوجد أنواع كثيرة من المواصلات في اسكندرية. يوجد يعني there is، بس لو جمع تبقى there are. يبقى there are أنواع كثيرة. many وأنواع يعني kinds. there are many kinds أو many types of transport in إسماعيلية. مثل like buses and trains. بعدين آخد واحدة منهم وأقول الكذا تكون مريحة. buses
in Alex أو in إسماعيلية في أي مدينة are comfortable يعني مريحة. كمان ممكن أقول المواصلات في مدينتي لا تلوث البيئة. transport in my city لا تلوث doesn't pollute لا تلوث doesn't pollute. طب doesn't ليه؟ عشان مفرد. doesn't pollute the environment. كمان أنا أستطيع أن أرى المعدية أو بعض الناس يمكن أن تستخدم المعدية. some people can use the ferry. طب هو أنا بعمله ليه؟ عشان أنت ما تضطرش إن أنت تحفظ الباراجراف المكتوب في الكتاب الخارجي. عبر أنت بأسلوبك. طب أنا مش قادر أجيب كلام، خلاص مش قادر تجيب كلام، اعمل قصة، دخل نفسك في الموضوع، اتكلم عن نفسك. أنا مثلا بفضل إن أنا أستخدم القطر. I prefer to use the train لأن القطار يكون سريع ومريح. because the train is سريع fast and because the train is fast and comfortable. نيجي على الباراجراف الثالث. الأورمان جاردن حديقة اسمها الأورمان. ممكن نقول إنها مشهورة وفيها ورد flowers وفيها نباتات وفيها trees شجر وكمان بقضي هناك وقت لطيف. last week الأسبوع الماضي أنا زرت حديقة الأورمان. I زرت visited الأورمان جاردن. هي حديقة مشهورة. هي مش بقى هي it لأنها جرأة. it is a famous garden. يوجد كثير من الورد والزرع والنباتات. يوجد there are كثير many there are many flowers trees and plants. وممكن أضيف وأقول الورد يكون جميل. the flowers are very nice. أنا استمتعت بوقتي هناك. I enjoyed وقتي my time هناك there. وما ننساش واحنا بنكتب الباراجراف نسيب مسافة قد كلمة في أول سطر نكتبه. مثال هذه الصفحة هي last week I visited الأورمان garden وكمل عادي. شوف أنا عملت إيه؟ سبت في أول سطر فراغ قد كلمة وأسيب مسافة بين كل كلمة والتانية عشان الخط يكون مقري وجميل وواضح. وبكده يبقى احنا شرحنا جرامر يونت 1، شرحنا حروف الجر، شرحنا ازاي نكتب باراجراف وانواع الباراجرافات المتوفرة في الوحدة الأولى. وبالتوفيق إن شاء الله.